الكاف يضع الأهلي على قمة تصنيف الأندية الأفريقية قبل قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية، وبيراميدز سادساً والزمالك سابعاً. حالة ارتياح تسود ريبيرو بسبب تألق زيزو في التدريبات وصناعته لفرص مؤكدة سواء بالعرضيات أو بالانسجام مع شريف وتريزيجيه. ريبيرو يعقد جلسة مع محمد شريف يؤكد ثقته فيه ويوجهه لاستغلال الثغرات الدفاعية في مودرن سبورت. محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي يقرر صرف مكافآت مجزية في حال الفوز بفارق أكثر من هدف لتحفيز اللاعبين. ريبيرو يحذر لاعبي الأهلي من الاستهانة بمودرن سبورت ويؤكد خطورة عدة لاعبين مثل رشاد المتولي، أدم راجم، محمود ممدوح وأحمد المزهود. كريم فؤاد ينوي إنهاء علاقته بجون إدوارد بسبب الجدل المثار حوله كوكيل أعمال. الأهلي يقترب من حسم ملف المدير الفني الأجنبي لقطاع الناشئين بعد التوصل لاتفاق مع اسم جديد. مصدر بالأهلي يكذب تصريحات الجيش الملكي. النادي تحمل فقط 50% من راتب رضا سليم 750 ألف دولار بسبب رفض اللاعب للعروض الأخرى. منصة دازن العالمية تضع الحضري وأبو تريكة ووائل جمعة ومحمد صلاح ضمن التشكيل المثالي للعرب عبر التاريخ، وحسن شحاتة كمدرب. منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان يتلقى عرضا لمواجهة البحرين وديا في أكتوبر استعدادا لكأس العرب. علي معلول يعرب عن سعادته بتجربته في مصر ويشكر جماهير الأهلي خلال تقديمه في نادي الصفاقسي. محمد عادل من المقاولون العرب. محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية على ما قدمه مع ليفربول. الإعلامي إبراهيم المنيسي يحذر لاعبي الأهلي من الماموس ويشدد على ضرورة تغليب المصلحة العامة لتفادي الأزمات. عضي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد سعيد بالانضمام ويهدف لاستعادة بطولة الدوري والمنافسة على كل البطولات. عماد متعب. الأهلي تعاقد مع صفقات قوية ومتنوعة هجوميا ودفاعيا، ومحمد شريف وجراديشار قادران على تعويض وسام أبو علي. متعب يؤكد أن القوام الحالي للأهلي قادر على تحقيق الطموحات، وضربة البداية مهمة لكسب الثقة. سيراميكا كليوباترا يبرم صفقات قوية مثل عمرو السلية وبيس وكريم ندفد، ويتوقع له المنافسة على المربع الذهبي. أيمن يونس. جون إدوارد جهز الزمالك ب10 لاعبين مميزين، والمدرب البلجيكي يتمتع بمرونة تكتيكية، لكن الفريق بحاجة لصفقة في حراسة المرمى والجبهة اليمنى. يونس. الفوز على سيراميكا مهم لبداية قوية تمنح اللاعبين والجهاز الفني والجماهير الثقة. أحمد حسن. بيراميدز يمتلك مجموعة قوية، أضاف 3 صفقات فقط، ورغم رحيل إبراهيم عادل استعاد خدمات زلاكا. أحمد حسن. بيراميدز قد يواجه مشكلة في تجديد الدوافع، بخلاف الأهلي والزمالك دائما تحت الضغط. يرى أن بيراميدز كان بحاجة إلى ضم مدافع إضافي وظهير أيسر. الأهلي صاحب الصفقات الأقوى والسكواد الأكثر اكتمالا قبل انطلاق الموسم الجديد. ياسر ريان. من الصعب مشاركة سيحاء في ظل وجود الشناوي وشوبير، لكنه يملك فرصة جيدة. مصطفى شوبير حارس واعد، لكن الشناوي سيكون الأساسي ولا أحد ضامن لمكانه باستثناء ديانج الملتزم تكتيكيا. زيزو عليه إثبات نفسه داخل الملعب ليشارك أساسيا، وبين رمضان صفقة قوية ويشبه عمرو السلية. الفريق سيستفيد كثيرا من بيكهام، والأهلي صنع اسم وسام أبو علي.